السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سما. ده اول فيديو ليا. هتكلم معاكم النهاردة على انك ازاي تكوني قوية، ازاي يكون ليكي شخصيتك مستقلة بذاتها، ازاي تقولي انا اقدر، انا مش ضعيفة. كل واحدة عندها مشكلة معينة في حياتها بتهيألها ان هي نهاية الكون وان هي ملهاش حل. لا، اعرفي ان انت قوية وان انت هتقدري تحلي الازمة دي بنفسك. كل شيء في حياتك له طريق، وكل شيء في حياتك برضو له حل. عفوا. عمرك ما هتحسي انك لوحدك ايا كانت المصيبة اللي انت فيها، او حتى الذنب اللي انت عملتيه. فاعرفي دايما ان في رب العالمين، هو دايما اللي بيقف جنبنا، هو دايما اللي بيقول لنا ان انا غفور رحيم. حتى لو احنا غلطنا وتوبنا ربنا بيقبل التوبة. سواء بقى في مشكلة حسيتي بالذنب ان انت السبب فيها، حسيتي ان انت فعلا سبب في خراب بيتك، حسيتي ان انت يعني مسؤولة عن خراب بيت واحدة تانية، فربنا غفور رحيم. مش كل مرة تقولي لنفسك خلاص، انا مكتئبة، انا حزينة. انا بتكلم الكلام ده لان انا فعلا مريت بالكلام ده كله. حسيت ان الحياة سودة، حسيت ان مفيش، ان انا خلاص دي نهاية الكون، حسيت ان الموت احسن من اي حاجة. كل واحد عنده مشكلة، واكيد هتعرفوا مشكلتي، واكيد هتعرفوا حياتي كانت عاملة ازاي. بس خطوة خطوة. حبيت اتكلم على ان باول فيديو على ان الواحدة لازم تكون قوية. اتطلقتي مفيش مشكلة، ما جوزتيش مفيش مشكلة، عنستي برضو مفيش مشكلة. تقدري تكوني انت احسن من راجل، تقدري تكوني ام وزوجة، تقدري تكوني انسة، بتشتغلي، بتحققي ذاتك، ليكي اسمك، مشهورة في مجال معين. فما تحبسيش نفسك في حاجة وتقولي انا مش هقدر. لا، دايما قولي انا هقدر، وان شاء الله ربنا كريم. وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية طبعا ليا. انا بحب اتكلم عن الرياضة، عن التمارين، بحب اتكلم عن الاكل الصحي. هعمل معاكم اكلات صحية كل يوم، هيعرفكم اكلي فطاري عامل ازاي، غداي عامل ازاي، عشاء عامل ازاي. طبعا هقول لكم روتيني في سواء في الخروج، سواء في اللبس، في كل حاجة. بس ان شاء الله عايزة اشوف لو انتوا عندكم رأي في موضوع ما ممكن اتكلم معاكم فيه. اللي عايزه تخس، اللي عندها مشكله في ان هي عايزه تتجوز ومفيش، وانا عنست وقربت وكبرت. لا، انا معاكي وممكن نتكلم مع بعض في كل حاجه. وشكرا ليكي، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية مع بعض، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.